זאת אומרת שמדברים על ההרס, ההרס נובע מהמלכודים של החמאס. الفلسطينيون يريدون الخروج، لا يريدون سجنهم كما تسجنهم حماس بالقوة في مناطق القتال. ماذا قال ترامب؟ ليكن لهم حق الاختيار. حق الاختيار لدى الإنسان في أن يختار أين يكون وفي مكان ما ومتى يخرج منه. وفق هذا الفهم هذا مبدأ مهم. هذا ليس طردا جماعيا ولا هجرة ولا مخططا، بل نتيجة طبيعية. وهناك من خرج منهم. أنا أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، ولكن سيغلق فورا من الطرف الثاني من مصر. أهلا بكم. نبدأ إذن من آخر تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. نتنياهو يقول إنه مستعد لفتح معبر رفح للفلسطينيين للخروج من قطاع غزة، لكنه يقول أيضا إذا تم فعل ذلك فسيتم إغلاق المعبر فورا من قبل مصر. نتنياهو قال إن نصف السكان في غزة يريدون الخروج من القطاع، وأنه يجب على الأطراف المعنية احترام حق الفلسطينيين بالخروج، واصفا هذا الأمر بالحق الأساسي. הבניינים קורסים. זאת אומרת שמדברים על ההרס, ההרס נובע מהמלכודים של החמאס. الفلسطينيون يريدون الخروج، لا يريدون سجنهم كما تسجنهم حماس بالقوة في مناطق القتال. ماذا قال ترامب؟ ليكن لهم حق الاختيار. حق الاختيار لدى الإنسان في أن يختار أين يكون وفي مكان ما ومتى يخرج منه. وفق هذا الفهم هذا مبدأ مهم. هذا ليس طردا جماعيا ولا هجرة ولا مخططا، بل نتيجة طبيعية. وهناك من خرج منهم. أنا أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح، ولكن سيغلق فورا من الطرف الثاني من مصر. طبعا ترامب خلال هذه المقابلة تطرق للكثير من الأمور، لكن من بين أهم الأمور التي تطرق بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المقابلة هي مسألة حل الدولتين، وقال بأنه إذا تم اتخاذ خطوات أحادية، وهنا يقصد الجانب الفلسطيني، سيتم اتخاذ خطوات أحادية من الجانب الآخر من الجانب الإسرائيلي. وهنا يؤكد بنيامين نتنياهو في هذه المقابلة أنه لن يسمح بالاعتراف بدولة فلسطينية. أما على الجانب الآخر أيضا يقول بنيامين نتنياهو ويؤكد بأنه هو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفقون على كل شيء، وهنا يؤكد على مسألة الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي على كل شيء، وأنه يجب النظر بإيجابية للتغييرات الحاصلة في واشنطن.